أطلب منكم إخواني أخواتي نشر هذه الحلقة على مدى كبير أو مدى واسع جدا. ضعوا لايك، مشاركات فقط حتى نبين أن الساحة العلمية نحن لها. مثل ما قرأت بعنوان الفيديو، لحظات قليلة قبل النقاش ينسحب عداي الغريري من مواجهة أو بمجرد معرفة عداي الغريري بأن الشخص المقابل هو الشيخ أحمد سلمان انسحب، وكما قال الأستاذ عمار الفكيكي. تصوروا الشخص المتمثل بعداي الغريري يتحدى، يطلق التحديات، يبرئ ساحة يزيد، بل يتحدى مثل ما قلت لماذا سمى الإمام علي عليه السلام، أو لماذا لا تذكرون أسماء أبناء الإمام علي عليه السلام. كل هذه المحاور الشيخ أحمد سلمان أراد مناقشتها مع هذا الشخص، والأستاذ عداي أو عفوا الأستاذ عمار يقول نعم تواصلت معه، تواصلت مع عداي الغريري. يا أستاذ عداي، يا شيخ عداي، هنا محاورة أنت ستكون بمفردك. وإذا بعداي الغريري بمسافة بسيطة جدا من استوديو النجباء، وإذا بعداي الغريري بمجرد معرفته بأن الشيخ أحمد سلمان سيناقش، وإذا به ينسحب. ولن أقول يهرب، لكن أقول كلمة قبل أن نستعرض التوثيق والاتصال المباشر على عداي الغريري من الأستاذ عمار الفكيكي. يا عداي الغريري، إذا كنت شخص تريد أن تتكلم وحدك فتكلم وحدك في غرفتك في بيتك مع أصدقائك وأقربائك، لكن لا تصور وتتحدى، لأن عندما تتحدى الطرف الآخر سيرد علميا، ولن يرد بطائفية، ولن يرد بهجوم وتهجم وصراخ، فقط وفقط سيرد بعلمية. فعندما يطالبك يجب عليك، أقول يجب أن تناقش. تحديت بأسماء أبناء الإمام علي عليه السلام، وإذا بالشيخ أحمد سلمان يلبي طلبك ويريد أن يناقشك، فأين أنت؟ خليكم مع التوثيق اللي صار على البث المباشر بخصوص انسحاب عداي الغريري. نرجع بتعقيب مختصر، فخليكم مع الفيديو. ورحمة الله وبركاته. أحبتي المشاهدين، حياكم الله. هنالك من تحدى في القضية الحسينية أسماء إخوان الإمام الحسين وتبرئة يزيد لم يكن يريد قتل الإمام الحسين وما إلى ذلك من إشكالات على الشعائر، طرحها سماحة الشيخ عداي الغريري وتحدى من يجيبه على بعض الأسئلة. قمت بالاتصال بالشيخ عداي الغريري وحددنا موعد الحلقة اليوم، وكان من المفروض أن يكون معنا ضيفا الشيخ عداي الغريري، ولكن انسحب في اللحظات الأخيرة من الحلقة بعد أن عرف أن خصمه أو نظيره من سيناظره سماحة الشيخ أحمد سلمان، وإن يعني لم يحضر ورفض الحضور وأغلق هاتفه، وقمت بالاتصال به مرارا وتكرارا ولكن لا يجيب. وسطنا بعض الإخوة أنه يتصلون به عسى أن يحضر، ولكن لم يحضر الشيخ. ويعني في اللحظات الأخيرة من الحلقة من تواجد لعله كان بينه وبين القناة أمتار، بمجرد أنه عرف هذه المواضيع هرب، وعرف أنه خصم شيخ أحمد سلمان هرب، ويعني بشكل حقيقة مخزي. فالإشكالات التي طرحها الشيخ الغريري نطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة، ويجاوبنا عليها سماحة الشيخ أحمد سلمان التونسي. حياكم الله أحبتي، وحياك الله فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله وبياكم، وتحية لسماحة الشيخ عداي الغريري. طبعا أنا لم آت هنا للمناظرة بحيث نضع النقاط على الحروف، أنا أتيت لتوضيح بعض النقاط التي سماحته طلب منا أن نوضحها له، فلم يكن الغرض لا المناظرة ولا التسقيط ولا حتى الحوار بالمنحى الذي يكون هناك منتصر ومنهزم. كانت القضية تدور مدار توضيح بعض الحقائق التاريخية التي وقف سماحته على منبر جامعه ورفع صوته بنبرة التحدي التي أنا لا أحبها طبعا، وطلب من الشيعة تحديدا أن يجيبونه على هذه القضايا. فأنا
بخدمته كنت هنا لأجيب على هذه الأمور. نعم هو لم يحضر، لعله معذور، لعله طرأ طارئ خطير، الله العالم. أنا شخصيا ألتمس له الأعذار وأحمله على محمل حسن. جيد. والله العالم بالكواليس، أنت أدرى، أنت الذي تواصلت معه. نعم، يومين أنا أتصل به أنا مثلي مثله، وجئت ولا أعرف مع من سأجلس وما الموضوع. يعني وأرسلت له المحاور وقصة طويلة، لكن باللحظات الأخيرة سماحة الشيخ اعتذر عن الحضور، ولعله قبل دقائق من البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. في بداية هذه الحلقة وتأكيدا سوف نعاود الاتصال بسماحة الشيخ الغريري أمام السادة المشاهدين ليتضح أو ليوضح سبب يعني عدم وجوده معنا في هذه الحلقة، مع العلم يعني كان الموعد دقيق واتصلت به مرارا وتكرارا، واليوم صباحا اتصلت به ولكن اعتذر في الدقائق الأخيرة من الحلقة. الآن أعاود الاتصال بسماحة الشيخ الغريري مرة أخرى. كذلك عدم الرد واضح وعدم الإجابة. نحاول الاتصال بطريقة أخرى إن شاء الله عسى أن يجيب. كذلك عدم الرد واضح أحبتي المشاهدين بطريقتين، نتصل بالشيخ والشيخ يقبل التجاوب والرد علينا. إذن نحن نطرح الأطروحات التي طرحها الشيخ ونحاول الرد عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. هذا فقط لنوثق للسادة المشاهدين ما قمنا له، وهذه رسائل التواصل معه من البارحة إلى اليوم. ثم يعني أرسل لنا مقطع هو يرد على كيف تبرأ إذا زميل المخرج إذا بالإمكان، يعني يقول أنا لم أبرئ يزيد، أنا كنت في صدد فقط الرد يعني السرد التاريخي، وأرسل هذا المقطع ثم أرسل هذا الاعتذار الساعة يعني ما قبل البرنامج بدقائق: أعتذر عن اللقاء. ثم تواصلت له وأرسلت له العديد من الرسائل وقلت له سماحة الشيخ ستكون بمفردك في هذه الحلقة، وهذا كما تلاحظون أنه شاف الرسائل، قرأ الرسائل ولم يرد. إذن أكتفي بهذا القدر من التوثيق لكم أحبتي المشاهدين. لنبدأ هذه أطلب منكم إخواني أخواتي نشر هذه الحلقة على مدى كبير أو مدى واسع جدا. ضعوا لايك، مشاركات فقط حتى نبين أن الساحة العلمية نحن لها، والشيخ أحمد سلمان بكل أدب بكل احترام بكل علمية بكل رزانة بكل رصانة. نعم أنت تحديت يا عداي الغريري، وهذه مساحة علمية. يقول الشيخ أحمد سلمان أنا لم أحضر لكي أنتصر أو أنت تنتصر، إنما كعادة الشيخ أحمد سلمان فقط وفقط يريد مناقشة الأمور علميا. وإذا بعداي الغريري لم يلبي ما تحدى عليه. اخواني اخواتي شاركوا هذا الفيديو، ونطلب من الشيخ عداي الغريري الشيخ المحترم ان يناقش بالامور التي يتحدى بها. فالصراخ وحده باطلاق التحديات لن ينفع احد. وفي امان الله.